أنا ولدتني يوم 6/4/2014 بالأحد. مشيت على أساس شفتني وجيعة. مشيت للسبيطار كيف لأن أنا لقيت طبيب. شافتني القابل المرة الأولى قالت لي راك باش تولد يا مدام. قلت لها أنا راني قبل وقتي، أنا توا في 7 شهر. قالت لي فم الولادة بتاعك محلول 3 سنتي. مشيت طايت للطبيب هذايا بن مسعود. بن مسعود هذايا قالت له راهي المدام راهي باش تولد، راهو 3 سنتي. بعد بشوية قالت له راهو 5 سنتي، راهي سي باش تولد. قال لا يلزمها تخرج هذايا ترونسفير لتونس. قالت له يا ولدي راهي مسكينة راهي باش تولد لي في الثنية، راه منجمش نخرجها، خليها تولد لنا. قال لا ليه ما يصير، لازمك تخرجها تمشي ترانسفير لتونس. وهكاكا صار. مشيت ولدت في الثنية، هبطوني في الأمبيلونس. هبطوني للسبيطار الكريم، ولدت غاديكا. وبعد وصلوا بيا للسبيطار وسيلة بورقيبة. ولدي وزن 2 كيلو و100، على اساس انهم باش يحطوه في الكفاس. وقت طلع الفوق قالت له الطبيبه البيدياتر تاع الصغار، قالت لي راهو خذاه في كيسيون وانتي منك انتي في الواحد وقت ولدت في الامبيلونس. اليوم اكيد طلبت نسال عليه، قالوا لي راهو توفى البارح. والسبب من كل اللي نعمل المسؤوليه كل الطبيب اللي خرجني من هنا هو السبب اللي قتل ولدي. وانا من بنتي ولدت بها زاده من الاول هكايا 7 موا وكيلو 700 بركه، وقعدت في الكوفاز انا في الكافوته ولا بس عليها. علاش ما ولدنيش لنا؟ علاش عملت له هكا شويد على ولدي؟ ربي حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيها يا ربي عني.